حكايتنا اليوم كتبدا من هنا، من هاد الليلة. في هاد الليلة ماتت الرحمة وغابت المحنة، وهنا فين مرات الأب سمحات فورقة الحنة، خلات بنت صغيرة في الغابة اللي حتى الرجال الشداد ما كيزعموش يدخلوا ليها، حيت كانت واحد الغولة ساكنة فيها، وورقة الحنة غادي طيح بين يديها. كيفاش ما لقيتيهاش؟ فين مشات؟ قلت لها ما تحركش من حدايا ما عرفتش فين طارت. مرات الأب نهار ولدات ولدها بغات تخلص من بنت راجلها وغرقت الحنة، ما كانتش عارفة باللي مصير ولدها غيكون مرتبط بمصير اختو، ونسات باللي كل واحد كياخد غير النصيب ديالو في هذه الدنيا. بقات ورقة الحنة تايهة بين الشجر وظلام الغابة، بلا حنين بلا رحيم اللي رعاها، ولقات عيون الغولة حاضياها كتقرب منها غير بشوية باش ما تفلعاش، بحال شي أم حنينة لقات بنتها اللي كانت تالفة ليها. قربت الغولة من ورقة الحنة وحيطت عليها بسميت لونجة. لونجة بنتي، اجي عند امك الغولة. باها ما خلاش من جهدو وما خلا فين قلب على كبتو، ولكن ما لقى ليها آثار. الغولة سبقاتو وخداتها معاها، ومن هنا غادي تبدا حكاية اللونجة بنت الغولة. خدات الغولة معاها ورقة الحنة للغار اللي ساكنة فيه، وتعاملت معاها بحال إلا بنتها، هاكي طيبات ليها وتهلات فيها وعطاتها تاكل، خصك تشربيها كامله باش تكبري دغيا. وسماتها لونجة. ودازوا الأيام والسنين، ولونجة والغولة عايشين بحال الأم وبنتها. وكبرات لونجة في غار الغولة، وهي كتظن باللي هاد الغولة القبيحة هي أمها اللي ولداتها، وخا ما كانتش كتحملها وما كتشبهش ليها. علاش درتي هكا؟ والغولة كانت كتصيفطها للغابة باش تستدرج الناس للغار ديالها. ما عندي ما نسالك. غدا تاني جيبي لي شي بنادم نتغدى بيه. كدابه قلتي لي كاع ما غادي تاكليه. واخا لونجة ما كانش فيها طبيعة عمها الغولة، ولكن ما كان بيدها حيلة، كانت كتخاف منها وكطيحها. وعام على عام لونجة كتكبر وكتصول راسها اش كندير هنا، واش بصح انا بنت هاد الغولة؟ وكتفكر باها شكون غيكون، واش حتى هو بنادم ولا غول. ولدي ميلود، نوصيك على اختك تهلا فيها وفين هي ورقة الحنة؟ عيط عليها، توحشت نشوفها. واخا الوالد، غير ارتاح انت دابا. باها مسكين كبير وجاه المرض، واخا هكاك ما نساهاش. وحتى خوها من باها ميلود كبير ولا راجل، واخا عمرو شاف ولا عاش مع اختو ورقة الحنة، ولكن من اللي حل عينو في الدنيا وهو كيسمع من باه باللي كانت عنده اختو كبر منه، ولكن في واحد الليلة تاهت في الغابة وكلاتها الغولة اللي ساكنة في الغابة. مؤخرا الغوله طغات، وكل نهار كتوصلنا الخبار ديال شي واحد من اهل القبيله كلاتو الغوله تاني. وفي واحد النهار ولد كبير التجار شاف لونجة في الغابة وتبعها بغى يهضر معاها. علاش ما بغيتيش تقولي لي فين داركم؟ راني تغرمت بيك، قولي لي بعدا كي سميتك. قلت لك انا ماشي مزيانه ليك يا ولد الناس، انا ماشي من طينتك وانت ماشي من طينتي. قولي لي غير علاش، واش ما تايقاش في هضرتي ولاش؟ يمكن ما عجبتكش. حسن ليك ما تعرفش، صافي سير في حالك. قولي لي بعدا غير شنو سميتك، ولا حتى هادي ما بغيتيش تقوليها. سميتي لونجة. سميتك زوينه بزاف، لا جات امي الغوله غادي تعدى عليه. اول مره نسمع بحال هاد السميه. كيفاش غادي نشرح ليه بلي انا بنت الغوله؟ وداكشي اللي خافت منه هو اللي وقع. الغولة كانت حاضية لونجو وما حسوا بها حتى وقفت عليهم. عافاك خليه يمشي في حاله.
عافاك امي الغوله، خليه يمشي وما يبقاش يرجع. الا كنت بنتك وعزيزه عليك خليه يمشي بحاله، انا نصيد لك غزاله تاكليها. الشاب اللي صيدته الغولة هاد المرة كان ولد تاجر كبير في القبيلة ومن أغنى التجار، وباه مستعد يقلب الدنيا على ودو. أما ميلود كان بطل كبير في المشوشة، وكان من الرجال الشداد في القبيلة. تاجر حمان كان مقطوع من الشجرة وقدر يدير ثروة كبيرة، وكان ديما كيخمم إلى مات لمن غتبقى هاد الثروة، وسنوات وهو كيتمنى وريث اللي يورثو. ومرت التاجر حمان ماتت نهار ولداتو. داكشي علاش التاجر حمان كيعتبر داك الولد هو أغلى حاجة كيملكها، وبلا بيه حتى حاجة ما كتسوى. بغيتك توصل كلامي للصياده، قول لهم التاجر حمان بغاكم ضروري. هي اللي ما تعاود سيدي حمان. بغيت ميلود المشاوشي يكون معاهم. ورسل التاجر حمان المرسول ديالو باش يبلغ كلامو للصيادة اللي معروفين بالقوة والشجاعة ديالهم، باش يقلبوا على ولدو اللي غدر ليه الاثار، واللي قالوا ليه الناس باللي آخر مرة شافوه كانت في هذيك الغابة، وأكد عليه باش ميلود يكون معاهم. تجمعوا الصيادة في بيت التاجر حمان وكلفهم بالمهمة. ولدي المهدي هذه سيمانه باش غابر، واكيد طاح في شي مكيده. الا رجعتوه ليا غادي نتهلا فيكم. وخرجوا الصيادة في رحلة البحث اللي غتكشف لينا على السر ديال الغولة لونجا وبنتها لونجا. لونجا واش جالسه كتبكي عاود؟ اجي فين مخزونه تاني، راه ما عندك فين تهربي. اجي نشطحو، واجي وغني معايا، راني فرحانه. 5 أيام وحنا كنقلبوا عليه. وفين غادي يكون مشى؟ هاد الغابه ماشي هو الاول ولا الاخر اللي سرطاتو، خصنا نعرفوا اش كاين فيها. ايوا انا الغوله، انا وشحال زوينه، انا وشحال غزاله، انا. بنادم ما فيهش الثقه. الونجا راه انا اللي عارفه بنادم مزيان وحافظاه. كيقولوا والله اعلم باللي هذا زمان كانت الغوله وراجلها وبنتهم لونجا ساكنين هاد الغابه، ولكن راه هادشي زمان. لونجا دخلي في حالك قبل ما يشوفك شي بنادم. كانت الغولة وراجلها الغول وبنتهم لونجا عايشين في وسط الغابة في واحد الغار، ومخبيين على البشر حتى لواحد النهار. كانت لونجا بوحدها غادة في وسط الغابة، وشافوها الصيادة. وهما يصيدوها وخداوها معاهم للقبيلة. ومن داك النهار لونجا بنت الغولة غبر ليها لاثار، والغولة ما بقاتش عرفات واش بنتها لونجا حية ولا مات. ملي الغول عرف اش وقع لبنتو لونجا هجم على القبيله وبدا كيشلخ في بنادم. جيبوا بنتي لونجا دابا. وبقات الغوله عايشه بوحدها سنوات، وواحد الوقت هي تغبر من الغابه. ها ياك لونجا كيقول له ماشي بنت كرشها، كيقول له باللي غير خطفاتها ملي كانت صغيره. هذيك حكايه اخرى جات من بعد ملي ماتت بنتها. وبلاتي نقادوا عليها شي دكيكه ديال اتاي وتعاودها لينا باش نفهم واش لونجا بنت الغوله ولا غير خطفاتها. ودابا غادي نعاود لكم القصه ديال لونجا بنت الغوله. كان يا مكان فواحد الجبل بعيد على بني الانسان،
في وحد الجبل عالي وبعيد على الإنسان، واحد الغولة طفات وربات بنت من البشر وسماتها لونجا. كان زينها فتان وشعرها الطويل كل ليل ومسقي بالريحان. كانت لونجا آية في الجمال، وعينها كحلة وشعرها طويل كالحبال. الغولة من خوفها على لونجا لا يديوها ليها، وبنات ليها بنات ليها غار غرالي في الجبال. بين الجبال. لوحي لي شعرك نطلع. لونجا غير كتسمع صوت الغولة جات كترمي طفيرها الطوال من الشرجم، والغولة كتشد فيهم وكتطلع للغار، وبقاو عايشين هكا سنين. ولونجا حياتها كاملة في ديك الغار وما عمرها ما خرجت منه، حتى لواحد النهار داز ولد السلطان كان خارج للصيد وتاه بين الجبال، وفاش جلس يرتاح سمع غوات الغولة وشاف شعر لونجا اللي رمات، وشاف الغولة حتى طلعت. تسنى الأمير حتى الغولة خرجات وهو يوقف تحت الغار وقلت صوتها وغواتها. لونجا كيسحاب ليها الغولة رجعات، وهي تلوح شعرها من الشرجم، وطلع عندها ولد السلطان. واو، اش كدير بنت زوينه بحالك في هاد الغار؟ واش لخاطرك ولا مخطوفه؟ واش بعدا انت من الانس ولا من الجن؟ واش عندك شي سميه؟ قولي لي. انا لونجا. شكون انت واشنو كدير هنا؟ سير في حالك، راهي الا رجعات ولقاتك ما انت في خير. فهم ولد السلطان لونجا باللي هذيك الغولة مستحيل تكون امها، وباللي غتكون غير خاطفاها. ولونجا تاقت بكلامو. انا مولاي الهادي الامير ديال البلاد، ومن الواجب عليا نعتقك من هاد الغوله. لونجا اجي هربي معايا. كيفاش نهربوا؟ انا ما نقدرش، حيت امي الغوله كتقولها ليا، كتقول لي ما عندك فين تهربي. لا بالعكس، عندك فين تهربي. اجي معايا وانا غادي نحميك منها. انا ما عمري خرجت من هاد الغار، امي الغوله ما كتخلينيش نخرج، قالت لي بنادم ما فيهش الثقه. انت ماشي بنت هذيك الغوله، انت بنادم. اجي معايا وخرجي من هاد الغار. ما كرهتش، بغيت نخرج من هاد الغار مولاي الهادي. واتفقوا باش يهربوا. غادي نهرب معاك. ولونجا مشات لصندوق الغوله وهزات منه مشط ومرايه ومكحله، وهبطوا من الغار وركبوا على الحصان ديال ولد السلطان. وغير لونجا خرجات، الغولة حسات وفرمشات عين رجعات للغار ووقفات تحت الشرجم وغيطات. لونجا لوحي لي شعرك نطلع فينك. لونجا. الغولة عرفت باللي لونجا هربات وشمات ريحتها وعرفات اش من طريق شدات. وملي قربات ليهم لونجا رمات المشط وتحول لغابة كبيرة ديال الشوك.
وبقات الغولة واحلة وسط الشوك شحال. وملي خرجات منه وقربات ليهم تاني لونجا لاحت المراية وتحولات لواد كبير هايج. وغرقات فيه الغولة. بقات الغولة كتضرب بيديها وبرجليها حتى خرجات. لونجا رجعي لي يا بنتي. لونجا باللي كان الزعيم ديال الصيادة كيحكي لهم حكاية لونجا بنت الغولة مولات السرف الطويل، كانت لونجا كتسلت بشوية باش تنقذ ولد التاجر حمان. ملي حسات بالغولة نعسات مشات للقفص اللي سجناتو فيه الغولة، ولكن لقاتو فارغ. حزنات لونجا وبكات حيت عرفات اش غيكون طراليه، وحسات بالضعف وقلة الحيلة، وتمنات تكون تقدر تهرب من غار الغولة من هاد الليلة. هادشي اللي كتعاود فكرني في شي حاجة وقعات فاش كنت عاد زاديت. الوالد كانت عنده واحد البنت سميتها ورقة الحنة، تلفات في هاد الغابة وما بقاش لقاها. الناس قالوا باللي كلاتها الغولة، ولكن راك عارف اللي غبر في هاد الغابة كيقولوا كلاتو ملي الغولة. تذكر ميلود اختو ورقة الحنة ما فكرش واش غتكون رباتها الغولة حتى هي وسماتها لونجا. هو غير فاش كيسمع سيرة الغولة كيتفكر الجرح الكبير اللي خلاتو في القلب ديال الاب ديالو، وكان عنده رغبة كبيرة شي نهار ينتقم من هاد الغولة. اتفقوا الصيادة باش يتفرقوا وسط الغابة يقلبوا، وهاد المرة ماشي على ولد التاجر حمان وإنما على الغولة براسها، وكل واحد مشى من طريق. وميلود شق طريق وسط الغابة حتى لقى قدامه واحد الغار كان مدرج بين الشجار. وقف ميلود عند فم الغار وفكر باش يرجع ويعلم صحابه، ولكن باش يلقاهم غياخد منه الوقت، والفضول ديالو خلاه يتسرع وهو يدخل للغار بوحدو. وكان هذاك الغار هو الدار ديال الغولة. وفي ديك اللحظة كانت لونجا كتفكر في شي حيلة باش تهرب من الغار ديال هاد الغولة اللي مستحيل تكون امها. دخل ميلود وهو كيتسلت باش ما يسمعو حتى واحد، ولكن الغولة شمات ريحته قبل ما يدخل وما حس حتى لقاها واقفة قدامه. وبصباح التالي كان واحد الراجل جالس في راس السوق، كرشو خاوية وجيبو منقوب، حاط قدامه غربال متقوب كيغربل فيه الريح وينقيه ويبيعو للي بغى يشريه. والناس دايزات تغامز عليه وهو غير كيتبسم ويعلم الله راسو اش كيدور فيه. وناس الدوار سمعوني مزيان، تاجر حمان مول الجاه والمال ولدو المهدي غبر ما بقاش بان. تاجر حمان كلف 4 من الصيادة راه كيقلبوا دابا في الغابة، اللي شاف ولا سمع شي خبر الصيادة راه ياخد الذهب والجوهر. هاي وغير سمع كلام البراح بحال إلا لقى داك الشي اللي كان كيقلب عليه. هادي وجيبها جابها الله. شد طريقه قاصد للدار ديال التاجر حمان. الغولة ما ينفع معاها لا سيف ولا خنجر، خصها اللي يدوخها بكلامه ويغلبها غير بلسانه. وهاد الراجل كانوا كيعيطوا عليه الناس ديال القبيله حديد تان،
وكان كيتضرب به المثل في القوالب والتحريميات، ومعروف عليه القفوزية والذكاء. ايوا اش قلت يا سي حمان؟ ها؟ ملي التاجر حمان أعطى كلمتو الحديد دان ووعدو بالذهب والجوهر إلا جاب ليه خبار ولدو اللي غبر ليه لاطار. وحتى الصيادة اللي صيفط موراه من نهار مشاو ناولاو. مشى حديثان للغابة اللي ساكنة فيها الغولة، وقصد غارها ودخل حتى لقلب دارها. اش جابك لداري في هذا الوقت؟ واش كتقلب ناكلك؟ ها هضر، واش بغيتي نتغدى بيك؟ لالا الغولة الزوينة، لالا الغولة الغزالة، غي سمحي لي جيت بلا وقت. معلوم انا زوينه وفنه. ماشي مشكله حديدان، هاد المره غادي ندوزها لك. يلا قول لي اش جابك عندي بلا وقت؟ غي جبت لك معايا شي حويجات تفرحي بهم بنتك الغزاله لونجا. حديدان كان هو الإنسان الوحيد اللي قدر يراوض الغولة بلسانو ويغلبها بكلامو، وهاد الشي من زمان. نهار شداتو واحد الليلة وقدر يفلت منها غير بالحيلة، وغراها بالحوايج اللي عند البشر وما كاينينش عند الغولة. ومن داك النهار كيجي عندها مرة وكيجيب ليها الحوايج والماعن حتى الغولة تاقت فيه. ايوا هاد المرة حديدان جاب الغولة واحد القفطان وقال ليها عطيه لبنتك لونجا. ملي مشات الغولة تدي القفطان لونجا، حديدان مشى كيتسلت وكيقلب في القفص على ولد التاجر حمان. ولكن اللي لقى قدامو هو ميلود المشاوشي اللي كاع الناس ديال الطوا كيعرفوه. اش كدير هنا؟ ميلود، هي الغولة غلباتك. وحتى حديدان كيعرفو مزيان. كانوا ناس الدوار كيحلفوا حتى ميلود المشاوشي غادي يغلب الغولة. دابا على هاد الحساب حتى واحد في الدوار ما يقدر عليها. خرجني من هنا، سربي قبل ما تجي وتلقاك. ها؟ نخرجك من هنا. ايوا ملي نخرجك اش ندير مع الغولة؟ ها؟ وانت كيفاش حتى دخلتي لهنا؟ وكيفاش قدرتي تدخل بلا ما تشوفك؟ ايوا راني حديدان، اميلود ولا نسيتي؟ حديدان، ما غاديش تخليني مسجون في هاد الغار. دابا انت راك محسوب مع الميتين. ايوا اش من رباح عندي انا الا غنخرجك؟ ها قول اش بغيتي، غير خرجني من هنا. حتى نخرجوا من هنا وغادي نقول لك. اش كدير هنا؟ هضر، اش كنتي كتقول ليه؟ ها؟ لالا الغولة الزوينة، لالا الغولة الغزالة، مزيان اللي جيتي. لقيتو كان غادي يهرب وبقيت مقابلو. ماليه بينا نخليه يهرب. هاي ولكن هاد القفص راه راشيه لالا الغزالة. واش خصك شي واحد جديد نجيبو ليك؟ ها؟ واش انا كان بان لك مكلخه؟ ها زيد جرب وتشوف، راه مسدود مزيان. بقى حديدان كيتحايل على الغولة وكيستفزها وكيتحداها باللي داك القفص ديالها ناشي وباللي بسهولة يقدر يخرج منه. الغولة خرجت ميلود من القفص ودخلت ليه حديدان. اي واش بان لك دابا؟ ها العار لالا الغزاله، ها العار. اسمحي لي غير هاد المره. يا قلت لك راني ماشي هبيله. عندك الصح، انا اللي راسي قاسح. ها انت جبتيها في راسك. راه حتى انت ما تقدريش تخرجي منه. كيفاش اش بغيتي تقول زعما؟ راه حتى انت اللي سدينا عليك، ما غاديش تقدري تخرجي. معلوم نقدر نخرج، كاع ما نحير فيه، نقدر نحلو غير بصبعي الصغير. حديدان شلاه بيه، كان عينو في الغولة هي اللي تدخل القفص. بقى كيتحداها وكيستفزها حتى دخلت القفص وهما يسدوا عليها وهربوا. بقى ميلود وحديدان كيقلبوا في غار الغولة الكبير وكيجريو من بيت لبيت
ومن قنت لقنت كيقلبوا على شي اثار لولد التاجر حمان، حتى وصلوا لواحد القنت في الغار، وتماك لقاو الحوايج ديالو، نفس الحوايج اللي قال لهم التاجر حمان باللي كان لابسهم ولدو في اخر مره قبل ما يغبر ليه الاتار. ايوا جلس حتى دان كيعنق الحوايج ويبكي على الهمزه اللي كلاتها ليه الغوله. ضعنا في الذهب والجوهره ميلود. كلاتو ديك الغوله. وفي هذيك اللحظه جات لونجا. لونجا كانت كتعرف حديدان وكتعرف العلاقه ديالو بالغوله، وملي حديدان عيط على لونجا بسمية لونجا تفكر ميلود الحكايه اللي حكى ليه الزعيم ديال الصيادة، وكيفاش الغوله كتخطف البنيتات وكتربيهم، حيت كانت عندها واحد البنت سميتها لونجا وخطفوها ليها. وتفكر ختو من باه اللي تاهت في الغابه وقالوا باللي كلاتها الغوله، وحس باللي كاين احتمال تكون هي نفسها البنت اللي واقفه قدامه، وغتكون رباتها الغوله وما كلاتهاش وسماتها لونجا. ولكن ميلود ما قال والو، بقى حديدان كيهضر مع لونجا وقال لها باللي جاو ينقلوا الشاب اللي خطفات الغوله، وباللي سدوا على الغوله في القفص وغادي يهربوا، وطلباتو لونجا باش ياخدوها معاهم حيت ما بقاش قادره تعيش مع هاد الغوله. وقبل ما يهربوا حديدان طاحت عليه واحد الفكره وسول لونجا. قولي لي يا بنتي لونجا، بغيت عظيمات نديهم معايا قبل ما نمشيو. قالت لهم لونجا باللي حاولت تعتقو ولكن تعطلات. نعتت لهم لونجا الكوزينه فين كاينه، وملي دخلات للكوزينه ديال الغوله تماك لقاو ولد التاجر حمان. كانت شرملاتو الغوله وخدلاتو مرقت في الشرموله باش تبخرو يطيب في الفران، وهكذا خرجوا مجموعين من غار الغوله، والتاجر حمان رجع ليه ولدو ووفى بكلمتو الحديدان ووهبوا الذهب والجوهر اللي كان موعدو بهم. اما لونجا ملي شافها باها اللي كان مريض فكراتو ثمرتو اللي ماتت اللي هي الام ديال لونجا، وعرفها بنتو ورقات الحنه، واخيرا تجمع شملهم بجوج والفضل كامل كيرجع لحديدان. ايوا كي جاتكم الحكايه ها. لونجا بنت الغوله راه حكايه قديمه وكل واحد كيسمع بها. كاين اللي كيقول باللي لونجا بنت الغوله، وكاين اللي قال غي خاطفها، كاين اللي كيقول نقدها خوها، وكاين اللي قال ولد السلطان. وفي الحكايه ديالنا شفناهم بجوج، لونجا مولات السالف اللي نقدها ولد السلطان، ورقاد الحنه اللي عتقها حديدان هي وخوها. ايوا ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم والرأي ديالكم، راه مازال باقيش لا حكايات جايين في الطريق، وسيروا تفرجوا في الفيلم ديال هينا راه كاين في القناه.